الغاليين اهل مصر، اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. الشعب المصري بطبيعته غاوي كره قدم، وانا ليا مقوله بسيطه كده بتقول ان في 105 مليون مواطن محدود الدخل او متوسط الدخل بيتخانقوا على 22 مليونير في ارض الملعب. طبعا عايز اسال سؤال، الضرايب اللي بتتحصل من اللعيبه دي هي الضرايب اللي مطلوب انها تتحصل فعلا لباقي ال 105 مليون اللي بيتخانقوا على ال 22؟ لا طبعا. ليه؟ لان الوحيد اللي بيدفع ضريبه في الدوله دي صح الموظف، لان هو اللي بياخد مرتبه من الدوله، فالدوله بتحصل ضريبها منه. فلما تيجي تبص تقول ان شرائح الموظفين بتتدرج من 44,000 دخل ل 77,000 دخل بيدفع 10% ضريبه، تتدرج لمليون و200 بيدفع 24% ضريبه، او اظن 22% ضريبه. طب تعالى بقى على عقود لعيبه كره القدم، اقل من مليون بيدفع 3%، فوق ال 10 مليون بيدفع 10%. طب انا هقارن مقارنه بسيطه جدا، انت عارف العقود في انجلترا بتدفع عليها كام بتاعه لعيبه كره القدم؟ اذا العقد عدى 150 الف جنيه استرليني بيدفع عليه 45% ضريبه. اعيدها تاني، اذا عقد لاعب كره القدم في انجلترا تعدى ال 150 الف جنيه استرليني بيدفع عليه 45% ضرائب للدوله. في دول في العالم اقتصادها قايم على ضرائب عقود اللاعبين زي البرازيل والارجنتين. احنا هنا في مصر بنتفنن ازاي نهرب من سداد قيمه العقود للدوله، لدرجه ان في تقرير بيقول من الجهات المختصه في الضرائب ان في 800 مليار جنيه سنويا ضايعين على الدوله من عقود اللاعبين، لان انا بتعاقد مع اللاعب الفلاني وبكتب العقد معاه ب 100 مليون وباجي ادخل عقد في اتحاد الكره ب 5 مليون. طب النهارده هي مش النوادي دي تبع لجهاز الدوله، والنوادي دي بتخضع لمراقبه حسابات تبع الدوله؟ طب ما انا عايز اعرف انت دخل لك منين وخرج لك فين، او ما اعرف اللعيب ده انت اديت له كام، يبقى العقد اللي رايح للاتحاد ده ولا ليه اي لازمه. احنا يا جماعه عايزين نقنن، دي فلوس، دي من حق الشعب. ال 105 اللي بيتخانقوا على ال 22 لعيب دول وبيضربوا بعض على القهوه عشان ده بيشجع فلان وده بيشجع فلان وده ساب النادي ده وراح النادي ده، من حقه ياخد ضرايب من العقود بتاعت الناس دي. الضرايب دي ما بتتحصلش. 800 مليار جنيه ضايعين سنويا من خزينه الدوله بسبب عقود لعيبه الكوره. هنتقي ربنا امتى وندي للشعب ده حقه امتى؟ مش كده ولا ايه؟